اهي طاسه الكبده دي كفيله انها تخلي مزاجكم فوق قوي وما تقدروش تنزلوه تاني. مش هقول لكم بقى فيها مكون سري ولا سر الخلطه، لا 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 خالص، بس اللي هقدر اقوله لكم ان طريقه الكبده الاسكندراني دي ريحتها هتجيبكم من اخر الشارع، وكمان طريقه الكبده الاسكندراني او كبده عربيات الشوارع هتكون على اصولها النهارده. اعتقد ان انتوا شامين الريحه من قبل ما نبدا الفيديو. هقول لكم بقى الخلطه الجميله هتدي طعم خطير، ولا طريقه تقطيع الكبده، ولا طريقه تسويتها، كله هيبقى في الفيديو ده. هنيجي اول حاجة للتتبيلة. هنجيب ملح، كمون، كزبرة ناشفة، فلفل رومي اخضر، وفلفل حراق حسب الرغبة، وليمون، وتوم كتير من 10 فصوص كبار ل15 فص لكيلو الكبدة. بس هي دي المكونات، مفيش اكتر من كده. هنجيب بقى الكبة او الهون، انا المرة دي هستخدم الكبة عشان عاوزة التتبيلة تبقى ناعمة جدا. هحط فيها بس الفلفل الرومي الاخضر والثوم وهطحنهم ناعم قوي. عاوزين تخلوا فيها قطع براحتكم، بس نعومة التتبيلة دي بتخلي ليها صوص خطير في طاسة الكبدة، هتبقى بالنعومة دي. حطوها بقى في طبق، عصروا بقى على التتبيلة دي ليمونتين كبار. عندكم الليمون صغير ممكن تعصروا 3 أو 4 ليمونات، مش هتأثر ابدا، بالعكس ده هتدي تيست اعلى لتتبيلة الكبدة دي. الكبدة والليمون اصحاب قوي. عليهم بقى معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، معلقة كبيرة من الكمون. وطبعا مش محتاجة اقول لكم ان الكمون والكزبرة يكونوا فريش وطازة لسه مطحونين، ولو جبتوهم صحاح وحمصتوهم في البيت وطحنتوهم لسه فريش بيدي تيست خطير خطير للكبده. وبس، الكبده مش بيتحط عليها فلفل اسود ولا خل. اوعوا تحطوا خل على الكبده الاسكندراني او كبده عربيات الشوارع، مش بيتحط لها خل نهائي. اخلطوهم كويس مع بعض وسيبوهم على جنب. الفلفل الحار انا احط 1، انتوا حطوا 2 3. كل ما هتكتروا كل ما هتدوا نتيجه احلى واحلى لطعم الكبده. هنيجي بقى للكبده. الكبده دي كبده بتلو، عايزين تجيبوها من عند الجزار متقطعه جاهزه عادي مفيش مشكله، بس لو عاوزين تجيبوها كامله وتقطعوها انتوا بنفسكم ليها مواصفات وشكل معين كده للكبده الاسكندراني. الكبده الاسكندراني بتكون عريضه، عمرها ما كانت شرايح رفيعه زي تقطيعه الشاورما كده، وكمان الكبده بتكون شكلها مش منتظم ولا محدد. الكبده الاسكندراني ترانشات رفيعه جدا اقرب لتقطيعه البسطرمه، بس الكبده بتكون محمله عنها شويه. بصوا بقى هو ده الشكل بالظبط. ممكن نقطعها عصافيري بتكون حجمها صغير شويه، وممكن كمان زي ما انا مقطعاها حجمها اكبر شويه عنها. هنيجي بقى لتسويه الكبده، ودي مهمه جدا جدا خلي بالكم منها. اول حاجه بنفتح النار وتكون عاليه جدا، ونحط عليها الطاسه بتاعتنا اللي هنسوي فيها الكبده، ونحط فيها زيت بكميه تكون كويسه. لو قللتوا الزيت هتطلع الكبده ناشفه جدا ومش بتتبلع منكم. وممكن كمان ننكه الزيت ونقطع فيها قطعه من الليه او معلقه من السمن البلدي. نسخن الزيت كويس جدا، وقبل ما نحط الكبده نهدي النار وتكون نار متوسطه. بحط فيها الكبده شويه بشويه، مش عايزه نقلب الكبده اول ما بننزلها في الزيت، نخليها لحد ما تغير لونها عشان ما تتهريش مننا. وبعد كده بقلب الكبده، واول ما بقلبها بحط عليها التتبيله الرهيبه بتاعتنا. واول ما نقلب الكبده بالتتبيله الرهيبه دي ساعتها بس هنحس ان احنا واقفين على احلى عربيه كبده في مصر، حقيقي خطيره، ريحتها تجيبك كده من اخر الشارع. ما تنسوش بقى تحطوا الفلفل الحراق، من غيره ما بتبقاش كبده اسكندراني بجد. قلبوه بقى معاها وشوفوا بقى لون الكبده ازاي فاتحه وما غمقتش معايا خالص، وشوفوا ازاي كمان طريه وما نشفتش معايا نهائي، ولا ريحتها اللي كانت قلب البيت كله. بصوا ازاي طريه وجوسي كده وخطيره، بصوا ازاي بتتقطع بكل سهوله. عندكم بقى طريقتين لاكل الكبده الاسكندراني. ممكن نحطها كده في طبق ستانلس كده، نعمل نفسنا ان احنا واقفين على عربيه كبده او في مطعم كبده وهي لسه نازله من الطاسه سخنه ورهيبه، ونحط بقى عليها فلفل اخضر حراق بزياده وليمون وجرجير ومخلل، وكلوها بقى بالعيش البلدي اللي لسه طالع من الفرن طازه. خطيره، مع كل لقمه هتقولوا الله. وبفكركم عصره الليمون اللي في الاخر دي رهيبه. ولا ممكن بقى تجيبوا 200 رغيف فينو من الرفيع الحلو ده بتاع زمان اللي لسه بيستخدموه لحد دلوقتي على عربيات الكبده، تنزلوا بقى بالكبده جواه، وممكن كمان ترشوا عليه رشه طحينه لو انتوا حابين، مع حاجه ساقعه تبرد حراره الفلفل اللي احنا حطيناه مع الكبده، ومخلل، وبس حاجه كده جباره. اكيد بقى مش محتاجه اقول لكم ان ده احلى ساندوتش كبده هتدوقوه في حياتكم، احلى من احلى عربيه كبده في الشارع. كفايه انكم ضامنين الكبده ونظافه كمان المكونات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، وما تنسونيش. انا منى الموال، وباي باي.